اهلا بالشيفات. فيديو النهارده خفيف بس هي حيلة مهمة جدا في المطبخ. هنخزن فلفل الالوان لفترة طويلة بدون ما يدبل او حتى يفقد القيمة الغذائية بتاعته ولا حتى طعمه يتغير. اول خطوة واهم خطوة لازم يكون الفلفل ناشف تماما، ما فيهوش ولا نقطة مية لان المية بتبوظه في الفريزر، هتكون عليه تلج ويبوظ. بعد كده بشيل البذور تماما لان البذر بيخلي الطعم مر في الاكل. الفلفل عامة من الحاجات المفيدة جدا، مليان فيتامين سي وبيقوي المناعة وبيساعد في تحسين الهضم وبيخلي الجسم نشيط. والفلفل الألوان ده بقى كنز. الأحمر فيه مضادات للأكسدة قوية جدا، والأصفر غني بالفيتامينات وبيحافظ على البشرة، والأخضر خفيف ومناسب لأي وصفة وموجود كل وقت طبعا. هبدأ هنا أقطعها على حسب استخدامنا، لو لحمة مفرومة أو حشوات بنقطعها مكعبات، لو شاورما بنقطعها شرايح. بقى بصي على حسب استخدامك وعلى حسب الكمية، يعني عايزة مكعبات قد ايه، عايزة أخضر قد ايه، أصفر قد ايه، أحمر قد ايه. التقطيعة والتقسيمة على حسب استخدامك انتي. من بعد ما تقطعيه نشفيه تاني بمناديل مطبخ، وهنحتفظ بيه في علبة أو في كيس وبندخله الفريزر، هيفضل شهور بدون ما يتغير طعمه ولا لونه ولا القيمة الغذائية بتاعته. ما شاء الله اللهم بارك. سهل وفي دقيقة عملناه واحنا واقفين، بس هيريحك بعدين في وصفات كتير. والحلو انك هتستخدميه على طول من غير ما تفكيه، حطيه كده مباشرة على الأكل وهيبقى طعمه زي الفريش بالظبط. اللهم بارك. وما تنسوش بقى يا شيفات اني هسيب ليكم صور وصفات نزلت ولسه هتنزل على القناة. تابعوني عشان دايما اجيب لكم افكار سهلة وسريعة هتخلي مطبخكم اسهل واجمل وتحبوه. وفي العزومات وبالنسبة للعرايس اللي لسه جداد بقى هيتعلموا حاجات جامدة هتشرفهم بجد. كمان الفيديو ده كان مرتبط معاه اللحمة المفرومة، مضاعفة كمية اللحمة المفرومة، وهتلاقوا الفيديو برضو موجود على القناة مع الوصفات التانية. اهو بقول لكم ان انا المكعبات الفلفل الالوان المكعبات بستخدمه في الحشوات زي السمبوسة، او حتى في البشاميل او حتى في البشاميل وفي الجلاش باللحمة وكده. شايفين بقى الوصفات حلوة ازاي؟ يلا تابعي وادخلي، وممكن اسيبلك اللينكات بتاعت الوصفات دي ان شاء الله ربنا يذكرني. هسيبها لكم في الوصف بتاع الفيديو. لو ما سبتهاش يبقى خلاص ادخلي بقى على القناة وخدي لفة، وان شاء الله هتعجبك وتشتركي عشان يوصلك كل جديد. وهسيب لكم كمان لينكات الصفحات التانية، الفيس والتيك توك موجود في صندوق الوصف ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.